كب كيك يا جماعة، من أحلى الحاجات اللي كنا بنحبها واحنا صغيرين. حشيها من جوه حاجة جميلة. ما تنسوش لايك سبسكرايب وتابعوني. ويلا على طول نبدأ بالمكونات. المكونات معايا 4 بيضات، معايا كيك شيف، ومعايا حوالي نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، معايا فانيليا، معايا ربع كوبايه من الكاكاو الاسباني الخام، معايا كوبايتين او كوبايتين ونص بالظبط من الدقيق متعدد الاستخدامات، معايا كوبايه من زبده على زيت، ومعايا كوبايه من السكر، او ممكن تقللي السكر براحتك عشان بعد كده هنحط شوكليت، يعني ممكن تحطيها كوبايه الا ربع لو مش بتحبيها الحاجه مسكره قوي. معايا معلقه من الخل. طبعا كل المكونات لازم ننخلها، يعني السكر مش مشكله، اعمليه حبيبات عادي كده ولا كده هيتضرب مع البيض. هحتاج كمان حوالي كوبايه او كوبايه ونص من الميه المغليه، هنحطها في اخر مرحله. هبدا دلوقتي اضرب البيض مع الزبده والزيت والسكر، وهوريكم انت الاول هتضربي السكر مع الزبده الاول لغايه لما يبقى خفيف، وبعد كده هننزل البيض بيضه. لازم تختبري ان البيض يبقى كويس، فحاولي تكسريه في حاجه من بره، وبعد كده ابداي تضيفيه على الخليط، احسن يكون في حاجه مش كويسه فيبوظ لك كل الخليط. كمان لازم المكونات تبقى بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش في التلاجة عشان تديكي النتيجه الكويسه. ضربت الزبده مع الزيت والسكر تمام. هبدأ دلوقتي احط البيضة زي ما قلت لكم، بتختبروا البيضة في طبق خارجي عشان خاطر تتأكدوا انها سليمة. انا كده تمام البيضة معايا، فهبدأ احط بقية البيض عشان ما اطولش عليكم. هحط معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، وهحط معلقه صغيره من الفانيليا. ما تكتروش من الفانيليا وخصوصا لو خام، علشان خاطر لو كترتي هتسود معاكي الكيكه وتمرر. لو بكاوي انت ممكن تحطي 3 بكاوي او باكوين مش اكتر من كده. طبعا الخل بيساعد معانا ان الزفاره بتاعه البيض تروح، مش هتلاقي الكيكه اي ريحه. كمان عندنا الكاكاو الاسباني ريحته قويه، فهتضيع اي زفاره معايا، ما تقلقيش من ناحيه الزفاره يعني. نفس الفكرة لو انت عايزة تعملي الكيكة دي بس بالفانيليا، ممكن تشيلي الكاكاو خالص تعوضي بداله عن الدقيق علشان خاطر يديكي نفس القوام. انا دلوقتي هضرب البيض عشان ما تطوليش معايا وهوريكم هنعمل ايه بعد. انا في المرحلة دي بعد ما ضربت البيض والسكر والسمنة على الزيت، هحط الدقيق، ومعايا البيكنج باودر والبيكنج صودا معايا بالويسك، وهبدأ احط بالراحة واقلبه بالراحة عشان الهواء ما يطلعش معايا. انا دول كوبايتين ونص دي اللي انا قلت لكم عليها، طبعا لازم يكون منخول ويكون نوع كويس. هبدأ دلوقتي ان انا اخلط، وهحط كمان معايا النص كوبايه اللي هي بتاعه الكاكاو. انا طبعا نخليه برضو، ده كاكاو اسباني خام ما فيهوش اي سكر ولا اي حاجه. هبدأ دلوقتي اخلط بالويسكي معايا من فوق لتحت زي ما انتوا شايفين كده بالراحة عشان الهواء ما يطلعش معايا. هبدأ اخلط تاني زي ما انتوا شايفين كده بالراحة خالص. دلوقتي انا بعد ما خلطت الخليط زي ما انتوا شايفين هو تقيل معايا، فانا معايا الكوباية اللي قلت لكم عليها، هحط كوباية ونص من المية المغلية زي ما انتوا شايفين اهي، دي كوباية مية مغلية. هبدأ انزل بيها بالراحة. ما تخافوش خالص، البيض مش هيستوي ولا حاجة، بالعكس ده هيبقى هش وهتدي قوام حلو قوي للكيكة بتاعتي. هبدأ اخلط كده بالراحة، في الاول هتلاقوه مكتل وبعد كده هيتحرك. انا كده خلاص بعد ما خلطت الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر بيكنج صودا، بصوا ده القوام. انا حطيت حوالي كوبايه وربع من الميه المغليه اللي انا حطيتها لكم. ما تقلقوش خالص من الميه المغليه، ما فيهاش اي حاجه. ومش تقولوا مثلا ان البيض هيستوي او هيبوظ العجينه، لا بالعكس ده بيخليها فلافي وزي ما انتم شايفينها كده جميله، وهتشوفوا النتيجه في الاخر. انا دلوقتي محضره كب كيك، بس انا مش عندي الصينيه بتاعت الكب كيك، فعملت ايه، جبت اللي هي الحاجات الجاهزه دي، بتتباع في اي مستلزمات حلواني، وحطيت فيها ورقه اللي هي ورقه الزبده، لانه طبعا احنا عارفين الالومنيوم مش صحي للاطفال.
وعندي دلوقتي هبدأ املى الكب كيك. لو مش عندك عادي اعمليها في صينية عادية خالص وهتمشي حلوة خالص وهتبقى جميلة معاكي. يعني هي دي بتمشي للكب كيك وبتمشي لأي حاجة تانية. انا عندي دي بتاعت اللي هي المكنة بتاعت الايس كريم. هطلع منها عشان احط الكمية عشان ما يبقاش فيه اي حاجة تتكب مني او حاجة. لو مش عندك ممكن بمعلقة عادي او بكيس حلواني براحتك، مش هتفرق يعني. بس انا عشان تسهل عليا الموضوع كده اهو. وهملأ الكبات، ما تملوهاش جامد عشان لسه هتنتفخ طبعا في الفرن. انا هملى الباقي. انا من اول ما بدأت استخدم اعمل الكيكة وانا مشغلة الفرن على 180 من تحت بس. هحطها في الرف الاوسط، هتقعد لي مثلا حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، يعني انت اختبريها قبل ما تطلعيها. وطبعا كل فرن حسب درجة الحرارة بتاعتها، بس ما تعليهاش عن 180. لو في عندك مروحة شغليها تبقى حلوة قوي، وهوريكم لما تطلع من الفرن هتبقى ده كده الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن. انا كده ضربة كريم شانتيه. بتحط مقدار الكريم شانتيه نفس مقدار المية المتلجة او اللبن المتلج. جبت كيس حلواني ده بيتباع اللي هو استخدام مرة واحدة، بتلاقيه بجنيه او بجنيه ونص ولا حاجة. هبدأ احط زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هحطه جوه كيس الحلواني. انا كده بس عشان يسهل معايا بحطه في اي وعاء واحط فيه بالطريقة دي. هبدأ ان انا اقفل الكيس بالطريقة دي واطلع الهواء منه علشان خاطر بس يبقى معايا في الحشو كويس اهو زي ما انتوا شايفين. بنزل حبة بحبة الكريم شانتيه وهسيبه على جنب وابدأ بقى اشتغل في الكيكة. انا طبعا عندي الكيكة باردة. هنا مسيحة شوكولاتة حليب، سيحتها على حمام مية او في الميكروويف مع معلقتين من الزيت. هبدأ اخد واحدة من الكيك. انا طلعتها طبعا من اللي هي الالومنيوم، لان انا عارفين زي ما انتوا عارفين الالومنيوم مش افضل حاجة يعني. انا بعمل بالسكينة زي ما انتوا شايفين. بشيل القلب عشان هبدأ احشي بالكريمة. القلب ده طبعا انا مش برميه، انا بشتغل بيه بعد كده. هشتغل لكم بيه حاجات تانية واوريكم ازاي نستخدمه مرة كمان. بالكريم شانتيه هبدأ املى المكان كده. وهساوي بالسكينة معايا عشان يبقى السطح مستوي، عشان لما احطها في الشوكولاتة اهو بالمنظر ده. هعبي بس المكان كله، يعني اخلي الكمية كلها مليانة. ممكن تعملوا الطريقة دي زي ما انا عاملة، بس انا ما ظبطتش قوي معايا، فحاولت ان انا اعمل واحدة تانية هوريها لكم. يعني انا دي ما ظبطتش معايا، زحلقت من ايدي. انا بوريكم بس الاخطاء. فدي في المرحلة التانية انا بدأت اعمل واحدة تانية عشان اوريكم الطريقة عاملة ازاي. انا جبت قطعة لان ما ظبطتش معايا قوي زي ما قلت لكم. فبالقطعة كده بتبدأوا ان انتوا تشيلوا اهو زي ما انتوا شايفين. اي قطعة عندكم مدورة او غطا ازازة او اي حاجة. هبدأ بقى ان انا اوسع بس سيكة بالسكينة زي ما انتوا شايفين. وهجيب الكريم شانتيه اللي انا ضرباه وهبدأ برضو املى. على فكرة انا الكريم شانتيه حطله سكر لان الكريم بتاعي خام. لو الكريم بتاعك فيه سكر ما تحطيش سكر تاني. انا حطيت حوالي معلقتين من السكر على الكمية دي، فانت حسب كل كمية. برضو بساوي بالسكينة زي ما قلت لكم وبنزلها في الشوكولاتة اهو بالمنظر ده. المرة دي ظبطت معايا اكتر من الاول. انتوا كله مرة في مرة بتظبط معاكم، يعني ممكن ما تظبطش اول مرة وتاني مرة عادي تظبط. لقيت فيه فراغ في المكان اهو فمليته بالشوكليت زي ما انتوا شايفينه. وببدأ ادورها كده عشان الشوكليت تنزل تملى كل المكان. هعمل كل الكمية واوريكم. دي بعد ما حطيتها في الثلاجة. بعمل زجزاج كده بالشوكولاتة البيضاء، بس لازم تكون جمدت في الثلاجة عشان تبقى نفس الشكل بتاع زمان اللي كنا متعودين عليه. دي معلقتين من الشوكولاتة برضو سيحتهم على الحمام مية او في ميكروويف. وبنعمل الزجزاج ده عادي بكيس حلواني، او انا كان عندي قرطاس كده بتعملوه من ورق الزبدة وبتعمله بالشكل كده زي ما انتم شايفين اهو. ده الشكل النهائي بعد ما طلعتها من الثلاجة. هي متماسكة وجميلة. بصوا انا هقطعها اوريكم من جوه الحشوة عاملة ازاي متماسكة. وما تنسوش تتابعوني. باي باي.